صباح الخير. بيكنيك عائليه جميله، وبالتالي تقدروا تسالونا الاسئله اللي انتوا عايزينها في هذا البوكس وهنجاوبكم واحنا بنمشي الاخ اللي ورا ده. بسم الله ما شاء الله برضو عليه. الاسئله بقى المستفزه بالنسبه لي، واحده بتقول بيشك فيا جدا وبيراقبني وفاكرني مش واخده بالي. هو العيب مش عليه، العيب عليك ان انت عارفه ان هو بيشك فيكي وبيراقبك ومكمله وعامله فيها مش واخده بالك، مش واخده موقف من اول ثانيه شميتي فيها ريحه الخبر ده. مظبوط؟ مظبوط طبعا. صح؟ بصي بقى، بيقولك مش راضي يكتب قايمه مع ان احنا شاريين نص العفش. هو انا بصراحه ضد موضوع القايمه ده خالص، بس يعني لو هيحصل ويكتب قايمه فانا شايف ان هو مثلا يمضي على النص اللي هما جابوه بس، مش على كل الفرش، ولا ايه؟ تكون خايفه خايفه ما تتجوزش بقى. يعني انا اخاف من واحد هربطه بورقه، يعني انا لو مش متاكد منه مش هو الموضوع بطيخه صراحه، بس برضو يعني هو مش بطيخه، بس الواحد بيسمع قصص غريبه مؤخرا. بس انا شايف ان حتى لو هيمضي على قايمه بقى من وجهه نظر الراجل، انا امضي على اللي هم جايبينه بس، ما امضيش على كل حاجه باللي انا جايبها. يعني ابقى اشتري حاجه دبل. وفكره مش عارف هو انا ماضي على حاجه؟ لا. بص يا ستي، بتقول ماما مش عايزاني اكمل معاه علشان ما بطقش مامته. اقنعها ازاي تقابله عشان هو بجد محترم وانا عايز اكمل معاه؟ ارد ولا تردي؟ فقد الشغف، مراتي فقد الشغف. المهم انا رايي لو هتوصلوا للجواز فلازم الام تبقى بتحب الام والاب بيحب الاب والاخوات بيحبوا الاخوات والعيله بتحب اكتر ما انتوا الاثنين بتحبوا بعض. ليه؟ لان الجواز مشروع طويل الامد، زي اللبن طويل الامد ده اللي بيقعد في الثلاجه كتير، فلو الثلاجه ما فيهاش كهرباء اللبن هيبوظ. نفسك الجواز هتبقى جوازه سودة لو الاهالي بقى في حساسيات وفي قرف ولما تروح تزور مامتك انا مش هاجي معاكم، في قصص كده بنسمعها بتثير الاشمئزاز. برافو عليك. السؤال ده هسيبه لي كريم. بيقول ما رأيك في دور المرأة في المجتمع؟ ايه رأيك؟ ما هو دور المرأة في المجتمع؟ والله دورها حاجات كتير جدا. المرأة المتزوجة ولا المرأة السنجل؟ والله ما يعني احنا مش قاعدة جوه الموبايل. المرأة السنجل لازم تقعد تشتغل على نفسها. ايوه. ولازم تبني نفسها. والمرأة المتزوجة تهد بقى. بالظبط. حد بيسأل أبراجكم إيه؟ فعايز أقول إن أنا ومراتي وبيتنا لا يؤمن بالأبراج والهبل الذي تحمله هذه الأبراج من معاني، سواء حظك اليوم أو سواء الصفات. لا، في حاجات بؤمن بيها. ولا لما بيقولوا صفات حلوة عن برج الميزان طبعا أنا مؤمنة بيها كلها. تمام. لا نؤمن لما بيقولوا حاجات وحشة على برج الثور بؤمن بيها كلها. لا نؤمن. وحتى في ناس تقول لك لا أصل هي مش المستقبل، بس ساعات الصفات ده كله كلام فارغ. بطلوا جهل بقى، بطلوا. طيب نرجع لنفس السؤال. بيقول ايه الكلام اللي انتوا كاولاد بتلمحوا البنت انكم معجبين بيها، واعرف منين لو بيلمح ان هو معجب؟ بص يا ستي، الولد لو معجب بالبنت هتلاقيه بيتعامل معاها بكل غباء، لو مش معجب بيها هيتعامل معاها بكل محن وذكاء. فلما تلاقيه لا مؤاخذه يعني رقيق وحساس، ده مش معجب، ده زهقان. لما تلاقيه خلقه ضيق وقافش، ده معجب ومهتم. الولد لما بيعجب بيقفش. صح؟ لا يعني جديدة حلوة دي باي وليد مصطفى. خلاص ده اعجاب. حلو بقى السؤال ده رائع. بص يا سيدي، ميزة الجواز ان هو بيبعدك عن الفتن كلها، كرهك في الفتن. يعني مثلا الفلوس فتنة، الجواز بيخلص لك على كل فلوسك فما بيبقاش في حاجة تفتنك. خلاص بقى. البنات فتنة مثلا، الجواز يخليك مش عايز تكلم بنات تاني. خلاص انا مش عايز اكلم بنات تاني، طبعا لان مراتك كفايه، مش عشان كرهت البنات ولا حاجه يعني. قعده البيت والكسل مثلا دي تعتبر نوع من انواع الفتن. لا، انت بتنزل، انت بتهج على طول، بتخرج بره البيت على طول. الجواز يخليك تخرج بره البيت من الفرحه، عايز تشارك فرحتك لكل الناس. فالجواز ميزته ان هو بيبعدك عن كل انواع الفتن اللي ممكن تفتنك في حياتك.